كرام والدهر في كأنه ووفد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه هو ملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتهب والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سائل العين من سدم وسأساودها الغضت محيرتها ورد واردها بالغيظ حين كأن بالنار ما بالماء من حزنا وبالماء ما بالنار من والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقبضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم إلى الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هرما أبطال أبرهة أو عسكر في الحصى بالراحتين نبذا به بعد تسميح ببطنه نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما فروعها نسر سائرة تقيه حر وطيس للهجير أقسمت بالقمر من كل طرف من الكفار عنه فالصدق في الغار والصديق لم يهب وهم يقولون ما بالغار من أريم عنه الحمى ما وظن العنكبوت عن خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفات وعن عالم من
ما سماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مرسل. لا تنكري الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمكتسب. كما أبرأت وصيبا باللمس راحته وأبرقت هاربا من رقة الأمام وأحيت السند الشفاء دعوته حتى حكت غرة في الأعصور الدهوم بعريض جدا أو خلط البطاح سيبا من اليم أو سيل من العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات الله ظهر الظهور نار القرى ليلا على فالدر يزداد حسنا وهو منسى وليس ينقص قدرا وهو منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صدة الموصوف بالقدم ولم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاشق وعن إرم قامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تتم. محكمات فما تبقين من شبه في شقاق وما تبغين من حكم. الله ما حرمت قط إلا عدم حرب أعلى الأعادي إليها ملكي السلم. الله ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا الجاني على الحرم. لها المعاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيم. الله ما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قامت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تدلها خفة من حر نار لظى أطفت حر لظى من ورد
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يتمال عبد ساعته ساعد وفوق مدود الأيد الرسل من هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمقتدرين الله سريت بالحرم جايا إلى حرم كما سرى البدر بذاتك بقوسين لم تدرك ولا أكرمك جميع الأنبياء بها والرسل تقديمها مبدوء على قدمه وأنت تخترق سبعا من الدنو هذا البث اي صفحه مركز الامام مالك ماشي. وأعز إدراك ما ولد من نعم الله اشرع لنا شرع الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ضاعت قلوب العدا أنباء بعثاته كانت أدخلت خذلا من الغنم ما زال
الغرى فكادوا يربطون به أشلاء شالت مع العقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم من نهم العدا قارم يجر بحر خميص فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتدب لله محتسب يسقو بمستحصل للكفر مصطلم حتى غدت عنتر الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلا تيتم ولا كرم هم الحبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف الاسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسمام عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم وتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والوهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه النصر في أيامها تجمي ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشلان في آدم كلمات الله من كدر فيه وكان خاصم البرهان من خاصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة
الجاهليات والتأديب في اليتم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والختم. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأذى والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم. ومن يبيع آجلا منه بعاجل يابل له الغبن في بيع وفي سلم. إن أتي ذنبا فما عهدي بمرتضي من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن بمعادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القلم. حاشاه أن يحرم الرجل مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم يرد زهوة الدنيا التي اختطفت يد زهير بما أثنى على هرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جارك به إذا الكريم تحلى باسم منتخم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ثلة عظمت. إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في النزم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والخف بعبدك في الدارين إن له صبرا مدى تدعوه الأهوال ينهزم. وذل سحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البدر حصبا وأغرب العيسى حال العيس من نغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن
التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. وهيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. أهيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلى عليك هذه جنب الحياة. جنب الحياة. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. محمد فاسق المعروف جامع. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد بالنور طينته. محمد
كل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجته محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر وساتر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله نامر محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعد الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله موهبا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كل الناس رجعين والناس تصور أسواقنا وأخوك وهو قائم على الصلح بين المتفاضلين على أمر العبادة. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فمن فضل الله تعالى علينا أن شرفنا في هذه الأرض الطيبة التي شرفت سيدنا الحسين ومن قبله سيدنا زينب شرف بها كل من نزل بساحتها مصر المباركة الأزهر الشريف شرفنا فيها سيدنا العلامة الداعي إلى الله على بصيرته الإمام المفتي الدال على الله بحاله قبل قاله صاحب راية الصلح والإصلاح والنفع للعباد المحبس أوقاته على التعليم والصلح وخدمة الخلق بعهود طويلة لا يدرك مكانه خليفة سيدنا الشيخ محمد بن كثير سيدنا الشيخ أحمد المجيدي مد الله تعالى في عمره وامتع بعافيته وكم مضت الأيام والفقير يتعزم على شد الرحل إلى جنوب الجزائر إلى تلك الصحاري فنارت به وبشيخه وبأقرانه رحم الله من انتقل منهم ومد في عمر من
التوفيق مع عمره مع العافية التامة. كنت أمني خاطر الذهاب إلى هناك لزيارة الشيخ، وتحول بيننا وبين ذلك حوائل أرجو أن لا تكون قلوبنا سببا فيه. وقد ذهب إلى هناك سيد الحبيب عمر بن حكيم والتقى بالشيخ، وكان بينهما أنثى سيدنا أخي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. وبينما نحن نفكر متى تتيسر الأسباب للزيارة حتى جاءنا البشير الشيخ زهير يزدان حفظه الله تعالى، وهو من حفظ تلاميذ الشيخ وممن نفع الله تعالى به طلبة العلم، بشرنا بقدوم الشيخ. سأردت إلى إخبار سادتي وإخوتي من أهل الفضل والعلم في هذا البلد المبارك، خفى إلى الحضور من تيسر له الحضور، واعتذر من هو خارج البلاد ويعتذر بحضور الشيخ عند عودته. فحضر في هذا المجلس أخونا الكبير سيدنا فضيلة الشريف الشيخ الدكتور يسري جبر حفظه الله الحسن الإدريسي، وحضر أخونا الكبير شيخنا فضيلة الشيخ جمال فاروق الحسيني حفظه الله تعالى وجل في عمره، وحضر من الإفتاء أفاضل على رأس فضيلة الشيخ أحمد منزور، فضيلة الشيخ خالد عمران، فضيلة الشيخ عبد العزيز معروف، وفضيلة الشيخ مصطفى. وجاء من إخوتنا من أهل العلم عدد من أهل الفضل القائمين على التعليم في الحلقات معنا، السيد محمد بن علي الجفري والشيخ أحمد الأزهري، الشيخ مصطفى ثابت، السيد عبد الله الجفري والشيخ هشام الأزهري، وحضر الابن الموفق سيدنا علي السيد الحبيب أبي بكر المشهور، وحضر فضيلة الشيخ عبد الكريم العفوي وشراحيل صاحب المجالس العلم والتعليم نفع الله به، وإمام مسجد سيدنا الحسين نجيه نوراني سيدنا الحسين، وأخونا السيد أبو بكر العطاس، ومن لم أذكر اسمه فوصوله برسمه وبحاله كافٍ لنا أجمعين. هذه الجلسة من تنفسات الزمان يا إخواني، الله فيها إحياء الكثير مما كان يندرس من تساقي على الفضل وأهل العلم واكتفاء بعضهم ببعض، وقد شهدت أعمدة الأزهر الشريف على مجالس تحرك لها العالم الأعلى من وفادات أهل الفضل والشرف والعلم من شرق الأرض وغربها، واحتفاء سادتنا الأكابر والشيوخ الأزهريين بهم مظهرين لهم رحب الأزهر ورحابه. والحمد لله الليلة لدينا بقية من بقايا السلف الصالح، أسأل الله أن يرد في عمره مع العافية التامة والبدء الصالحة، وأن يبلغه ما أمل في نفسه وفي أهل بيته وفي ذريته وفي طلبته وفي أحبابه وفي مدارسه وفي زواياه وفي الأمة المحمدية. في نهاية المجلس سنستمع إلى الشيخ ونأخذ عنه الإجازة هي ما أجازه به مشايخه، ونستمع إلى سادتي وإخوتي من أهل الفضل والعلم، ونستمع للدكتور الشريف يسري جبر حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله هو الذي جمعنا بواسطة حبيبه وأحباب حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا هذا الحبيب الذي جمع القلوب ودل على الله خير الدلالة ما كنا عرفنا شيء ولا اجتمعنا على شيء ولا توكلنا على شيء وكنا في حيرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام والهداية والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ووراث الحبيب في كل زمان. فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يجعل في كل مكان قائم لله بحجة، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم في رضاه كل في مكانه، وكل عليه أن يقوم بما أقامه الله فيه على الوجه الأكمل. ومن العبادات الهامة وأن ترى نفسك كيف أقامك الله وتحول إقامتك التي أقامك
أقامك فيها إلى عبادة، لأن لا تتمنى أن يقيمك في غير ما أقامك. اعلم أن ما أقامك فيه هو خير شيء. فلا العالم يتمنى أن يكون تاجرا، ولا التاجر يتمنى أن يكون طبيبا، ولا الطبيب يتمنى أن يكون مدرسا. كل أقامه الله سبحانه وتعالى حيث أراد، فاعبد ربك بالإقامة. أقامك حيث أراد، وهذه العبادة تجعل الإنسان ملتفت لإقامته فيتقنها ويحسنها ويتفنن في كيفية الإبداع فيه ويصير مبدع بمكانه. إنما لما تكون ملتفت لا تصل لشيء، لا إتقان ما أنت فيه ولا الوصول إلى ما ليس من اسمه. فالرضا بالقسمة والقناعة والإقامة عبادة هامة، لأن كثير من هذا الزمان كثير من الناس للأسف شوشوا أنفسهم والتفتوا إلى ما لم يتقنه الله، فلم يتقن ما أقام الله فيه ولم يتقن ما التفت إليه، فصار غير متقن لشيء. فتوجه النية هذا أمر مطلوب. وشيخنا الفاضل جزاه الله خير أقامه الله في مكان فاستمر فيه وتلقى العلم عن سابقيه وورث حالهم واستمر يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل جزاه الله خير. وهذه الأماكن البعيدة صحارى الجزائر والجزائر والمغرب، يعني كان الإسلام لولا مثل هذه الزوايا وأهل الإقامة فيها لانمحى الإسلام بالكلية. لو نظرت إلى تاريخ الفرنسويين وكيف كانوا يفعلون في البلاد التي يدخلونها لعلمت قدر ومقام مثل هذا الشيخ المبارك ومشايخه الذين كانوا على رباط ومحافظة على هذا الدين. أرادوا أن يمحوا هوية الشعب الجزائري كله، بل كل الشعب الأمة الإسلامية، وقسموا أنفسهم عليه. ولكن لولا حبنا للحبيب واعتصامنا واجتماعنا حول علمائنا وكثرة الصلاة والسلام على النبي وذكر الله والتوسل إلى الله لضعنا كما ضاع كثير من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعرفنا بصالح أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم حيثما حلوا ويعرفكم بنا، فأمة الحبيب شفعاء بعضهم لبعض، وهذا التعارف له فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة. ففي الآخرة نشفع في بعضنا البعض، وكل إنسان يأخذ بيد أخيه وكلنا مختار. وفي الدنيا نتقوى بهذه الأنفاس الشريفة ونتبادل الامتيازات والأسانيد الروحية والعلمية، كل ذلك مما يغذي أرواحنا في زمان قل فيه الهمم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوجه إليه والعزم والهمة والجهاد والاجتهاد الذي كان عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لزوار مصر المعمورة. ومصر الحمد لله منذ أن دخلها الإسلام وهي قبلة العلماء والحمد لله، وهذا لسر فيها لا يعلمه إلا الله. فيها نوع بركة، وخصوصا أنها كانت في طريق الحج، فكثير من الناس يأتون في طريق الحج يمرون علينا فيباركون، وكثير منهم ما يعود من الحج لا يعود إلى بلده بل يعود إلى مصر ويمكث فيها، لأنها مصر أرض طيبة وأهلها أهل حب وإخلاص ويمتازون بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا خاصا له مذاق خاص. يعني كثير من البلاد التي زرتها يقولون أن مذاق حب مصر أهل مصر لآل البيت وللنبي له مذاق خاص، مذاق مصري كده. فالحمد لله الذي جعلنا يبقى ماء النيل المبارك الذي يجري في عروقنا له علاقة بهذا الأمر. فإن ماء النيل له مبارك، ونهر النيل ينبع من سدرة المنتهى، ما بينبعش من عند الحبشة ولا غيرهم، فما تخافوش عليه. وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ علماءنا في كل مكان، ويحفظ بلاد المسلمين جميعا، ويحسن أحوالنا، ويجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير، وما زلنا نرحب ونبارك مولانا جزاه الله عنا خير، ونسأل الله أن يجعل له في كل خطوة خطأ إلى هذه البلد حسنة ورفع درجات وزيادة في علو شأنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذه الجموع المباركة وأنفاس أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. مولانا الشيخ جمال فاروق
أولياء الله الصالحين فيهم مشايخ رحمهم الله تعالى ينفعنا بمحبتهم ومدنا بمددهم أن يقطعنا عن الجلوس في حضرتهم والانتفاع ببركاته آمين. نسأله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات وتفريج الكربات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبأمره قامت الأرض والسماوات من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون له من في السماوات والأرض كل له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحرم عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى سيد ولد آدم أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات إنا نتقرب إليك في هذه الساعة في هذا المجلس المبارك مجلس الأنوار والبركات والأسرار ومجلس الأولياء والصالحين والعلماء. نتقرب إليك بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالحمد لله الذي لم يخرجنا من هذه الدنيا حتى يمتعنا بالنظر إلى أوليائه الصالحين إلى أهل العلم والولاية والفضل. وقد كنت قبل أن آتي في زيارة أكابر الصالحين بدأنا اليوم بزيارة سيد ابن حجر العسقلاني وعرجنا عند الإمام سيدي الصحابي الجليل سيدنا عقبة بن عامر صاحب الحديث من نجاة يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فزرنا بعد سيدنا عقبة بن عامر السيدة رابعة العدوية والإمام ورش ثم بعد ذلك تلاميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ثم كانت الخاتمة بسيدنا الإمام جلال الدين السيوطي ثم جئنا من أولياء وأكابر إلى أولياء وأكابر. وقد سمعنا بسيدنا وعالمنا الجليل وضيفنا الكبير سيدي الشيخ أحمد المغيلي من بلاد الجزائر من الصحراء المباركة التي فيها أولياء كبار وفيها سيدنا الشيخ الحسن الأنصاري ومتعنا الله تعالى بالحديث معهم والنظر إليهم. وهناك ما رآه سيدي الشيخ أو
ذكره سيدنا الشيخ أحمد الصاوي في شرح صلوات الإمام الدردير، أنه ذكر عن بعض العارفين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما أفضل الأعمال؟ قال: جلوسك بين يدي ولي من أولياء الله تعالى قدر شيء بيضة أو حلب شاة، هذا خير لك من أن تتقطع في العبادة. فقال: يا سيدي يا رسول الله، حيا كان أو ميتا؟ قال: حيا كان أو ميتا، لأنهم رضي الله تعالى عنهم أحياء حتى بعد انتقالهم. فالمؤمن الصالح الولي العارف والله ينتفع بالنظر إليه قبل أن نستمع إلى حديثه، ينتفع برؤيته قبل روايته، خيره بادر وشره نادر. فهؤلاء هم أهل الولاية، فهذه نعمة عظيمة أننا كما قال سيدنا الحبيب علي الجفري عندما قال: هذه الساعة أو هذا المجلس من تنفسات الزمان. هذا جمع في هذا الوقت في هذه الساعة بجوار سيدنا الإمام الحسين عليه السلام، وفي هذا المكان الذي يدرس فيه أخونا الكريم العالم الجليل الشيخ زهير القزان. وزرت هذا المكان أكثر من مرة، ورأيت الإخلاص والجد والمثابرة في طلب العلم، ورأيت أخذ التلاميذ بالعزيمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهناك مفهوم للقوة في القرآن الكريم بالمعنى المادي، وهناك القوة بالمعنى المعنوي أو بالمعنى الفكري في سورة الكهف: فأعينوني بقوة. القوة هنا المادية في البناء والإعداد، أما في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي العزيمة. وقد جمع في كتاب الله تعالى بين المعنيين، فنحن نحتاج إلى هذا المفهوم، أن نأخذ الأمور بقوة، وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن نستمد من أنوار الصالحين ومن بركاتهم. فالحمد لله على هذه النعمة، ونشكر شيخنا الكريم الشيخ الحبيب علي الجفري، ونرجو الله تعالى أن يمتع الأمة بعلمه وأدبه وزهده وتواضعه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى، أن دعانا لهذا المجلس في هذه الساحة المباركة وفي هذا البيت العامر، بيت أخينا الشيخ زهير. نسأل الله تعالى لجميع مشايخنا الحاضرين سيدنا الشيخ يسري الجبر، وأستاذنا الكريم الشيخ أحمد ممدوح، الشيخ خالد شفعان، وجميع مشايخنا. لا أحفظ الأسماء ولكن أحفظ المسميات. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض المسميات للأسماء، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ونسأل الله لشيخنا أن الله تعالى ينفعنا بالنظر إليه وباستماع حديثه وبإجازته وبالتعلق به، وأن ينفعنا بكل ولي على وجه الأرض، سواء استطعنا الوصول إليه أم لم نستطع، فأرواحنا إن شاء الله تصل إليهم وأرواحهم تجتمع بنا. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. أنا سأحول إليه التطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ومن الأمكنة التي لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى هذه الديار المصرية بدلالة القرآن الكريم، فإن بلاد مصر قد تكرر ذكرها في القرآن الكريم مرارا وتكرارا. فقال العارفون والعلماء إن من تعلق بشيء أكثر من ذكره فكان كثرة ذكره إياه علامة على حبه له. نعم، لم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنا أحب مصر أو نحو هذا، ولكن أكثر من ذكرها كثيرا وجعل لها خصوصيات كثيرة. ومن أهم خصوصيات هذه البلاد المباركة أنها كانت مغناطيس لجذب العلماء والأولياء إليها على مر الزمان، فورد عليها كثير من الأنبياء كثير من الصالحين والأولياء، فكانت من البقاع المباركة. وقد شرفنا في هذه الأيام المباركات مولانا وسيدنا فضيلة الشيخ أحمد المغيلي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه، وحصلت لنا من بركاته. وإذا كانوا يقولون قديما عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف إذا حضرت أجسامهم وأشباحهم؟ إذا كان مجرد ذكرهم تأتي معه الرحمة والبركة. كان الإمام أحمد رضي الله عنه جالسا في يوم ما مضطجعا فذكر عنده بعض الصالحين فاعتدل وقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وكانوا يقولون لقاء الإخوان جلاء الأحزان، هذا في من يجمعهم مجرد الأخوة الإيمانية، فكيف إذا انضم إلى هذه الأخوة العلم والولاية والمشيخة والنور والبركة، فالبركة تكون مضاعفة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بسيدنا الشيخ أحمد المغيلي وسيدنا الشيخ علي الجفري وسيدنا الشيخ يسري وسيدنا الشيخ جمال وسائر الحاضرين. وكل الشكر فضيلة الشيخ علي الجفري حفظه الله على هذه السنة المباركة التي يكررها كل حين باستضافة أحد من أهل العلم والفضل ودعوة العلماء وأهل العلم وطلبة العلم إلى لقياهم. فكل الشكر والتقدير له ولأخينا الكريم فضيلة الشيخ زهير حفظه الله القائم على العلم والتعليم. نسأل الله تعالى لنا وله التوفيق والسداد، وأن يستعملنا الله تعالى فيما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عبيده السعداء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. وبعد، فماذا عساي أن أقول في هذا المحفل الكريم المحضر الشريف وفي هذا المقام الكريم؟ ما تذكرت إلا السلسلة المباركة التي من الله سبحانه وتعالى بها على كثير من علماء الأمة، والتي
ذكر شيئا منها سيد الحبيب ومن الله بها على سيدي الشيخ أحمد حفظه الله تعالى، الشيخ أحمد المنير، الذي شرف الديار المصرية بحضوره إليها، وهي سلسلة الإفتاء. والإفتاء أيها السادة الكرام وظيفة وإن شئت فسميه تصرف كان في أوله وعلى رأسه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المفتين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين، وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم وخيرهم في كل كمال. وكان أن وفق الله عز وجل إمام المالكية سيد الشيخ القرافي في أن صنف تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى، فجعل من تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم قضية الإفتاء. وإن هذا لا فخر أي فخر أن ينسب المرء ولو بالاسم فقط إلى شيء كان التصرف الأول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت السلسلة سلسلة العلوم والمعارف كان من المعارف كلها، فإن سلسلة الإفتاء على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر وشكر وتوسل به صلى الله عليه وسلم. ثم توسلت بالإمام الأعظم، وإن كان على خير المصطلح الإمام الأعظم إمام دار الهجرة رضي الله عنه سيد الإمام مالك رضي الله عنه، الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة، فكان إمام دار الهجرة. وفيه قال القائل: يأتي الجواب فلا يراجع هلبة، والسائلون نواكس الأثقال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. فرضي الله عن سيد الإمام مالك الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا أضاء به الشرق والغرب، وإن يختص الغرب منا وأهل الصحراء بنصيب أوفى من نور الإمام مالك رضي الله عنه، فرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وهو تذكرت بشكل خاص وترضيت بشكل خاص وتوسلت بشكل خاص عن أحد أعلام هذه السلسلة من علماء الأزهر الكرام، علماء الأزهر المالكيين الكرام، وهو سيدي محمد بن عبد الباقي الزرقاني رضي الله عنه، حيث كان لي معه دراسة خاصة وجعله الله سببا في دراستي للدكتوراه وفي نيل درجة الدكتوراه، وكان في شرحه على المواهب اللدنية، ومن ثم قد تيسر لي رؤية والاطلاع على ما كتبه وما أفتى به رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فهو حري في هذا المجلس أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يخصنا ببركته. ثم توسل وذكر بضيفنا الكريم، ضيف مصر الذي شرف الله سبحانه به هذه الديار، سيدي أحمد المغير حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع بعلمه ونفعنا به على الدوام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا بركة خدمته وأن ييسر لنا بركة خدمته، كما قال مولانا الشيخ أحمد بن نوح، كما كانت مصر دائما خادمة لمن يرد إليها ممن يتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع صلة إفتاء أو ولاية أو ذكرا أو غير ذلك من أنواع الانتساب إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله تشرفت بكم مصر يا سيدي، ومصر وإن كانت مسكن الإمام الشافعي رضي الله عنه هو صاحب مصر، وأظن كثير من الحاضرين ومن علماء مذهبه الشافعي، ولكنها على مر التاريخ أيضا كانت جامعة لا أقول لأهل المذاهب الأربعة فقط ولا لأهل المذاهب فقط، بل لكل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من لطيف قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوافق هذا مع أن
مع أن يكون مفتي مصر الأعظم الآن هو المالك المذهب، وهذا من لطيف قدر الحق سبحانه. وفضيلة الإمام نعم، فضيلة الإمام الأكبر طبعا مالك المذهب، فهذا على رأس ما هو شيخنا يعني، موضوع سيدنا الإمام مالك شيخنا مهما كان. نتشرف بكم يا سيدي، وتشرف بكم مصر وتتبع بكم، فأهلا وسهلا ومرحبا. ودائما نسألكم الدعاء لهذا البلد الكريم لهذا البلد الكريم ولمن فيها سواء من أهلها أو من غيرهم على تمام الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. شكرا لكم يا مولانا على هذا التكليف، وشكرا للمضيفين على هذه الدعوة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على هذه الساعة المباركة. ما زال في الخاطر يتردد البيت الذي كثيرا ما يرشدكم شيوخنا في مثل هذه المواطن: هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. فهذه المجالس هي أسواق البضاعات الرابحة، ولم يزل العلماء العارفون والأولياء المتقون أهل العقول الراجحة والقلوب الصالحة يحتفون بورود من قدم إليهم من أهل العلم ومن أهل الفضل، يتلمسون في ذلك أنوار الميراث للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلمحون أنوار التوفيق الإلهي الذي لم تزل تتجلى في أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على ألوان متعددة عظيمة زاهية عجيبة متنوعة، يذهل لها الناظر ويعجب لها، فمن منتفع بقول، ومن منتفع بحال، ومن منتفع بنظر، ومن منتفع بدعوة، ومن منتفع باتصال الأسانيد، ومن منتفع بهمة تنبعث في قلبه إذا جالس أهل الهمم وأهل الإقبال وأهل المرابطة على ثغور الخدمة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. والحمد لله على لقاء سيدنا الشيخ أحمد المغيدي حفظه الله ونفعنا به، ولقاء ساداتنا وشيوخنا الذين لم يزالوا يعلمون بحسن أدائهم وتلقيهم وحملهم أمانات أخذوها عمن سبقهم. لم نزل نقرأ في كتب التراجم وفي كتب الأثبات أخبار اللقاءات العظيمة والمجالس التي تعقد للحفاوة بورود العلماء، أو حتى ورود كتاب من الكتب، أو قدوم إسناد لا يعرفونه، أو حديث تفرد به راوي أو تفرد به إمام فيسارع أهل العلم ويسارع أهل المعرفة وأهل البضاعات الرابحة، هذه البضاعات المعنوية التي يغيب عنها أهل الغفلة ويغيب عنها أهل التعلق بالماديات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بشيوخنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يعظم أرباحنا من هذه اللقاءات، وأن يبارك لنا في قدوم سيدنا الشيخ أحمد المغيدي وفي استقبال ساداتنا وشيوخنا من علماء الأزهر الشريف، واستقبال وحفاوة سيد الحبيب علي لمن حضر. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه الخيرات والبركات فينا وفي أحبابنا وفي الأمة الإسلامية، وأن يقر بما يدريه من الخيرات عين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. سيدنا الشيخ أحمد بن محمد المغيدي الأنصاري، وهو سيد سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ضيف النبي. كان فضيلة الشيخ مصطفى يهمس في أذني يقول: غالب من يسكن الصحراء يظهر شيء من أثر الصحراء على وجوههم، ولكن عندما نظرت إلى وجه سيدنا الشيخ أحمد المغيدي وجدت النضارة في هذا الوجه كأنها خارقة للعادة، بل معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها فرب مبلغ أوعى من لسان. هذه النظارة من
سر السماع والاستماع والوعي والإبلاغ. كان أحد الأكابر عندنا في حضرموت أخذ ولده الصغير الذي لا يعي فحوى الكلام ولا محتواه في صغر سنه، لا سيما إن كان الكلام في شيء من العلوم الذي تفوق تلقيه. أخذه إلى بلدة عينات لزيارة سيدنا الإمام الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم في آخر أيامه وقد نيف على التسليم. قال له: يا ولدي آخذك إلى مجلس الشيخ أبي بكر بن سالم، وغالب ما يقال لن تفهمه، ولكن املأ عينيك من الشيخ، انظر إليه، وربما تلتقي عينه بعينك فيكرمك الله عز وجل. وهذا اليوم ما قلته لولدي الحسين بن علي ولد الصغير، قلت له: سنذهب إلى مجلس غالب الكلام الذي سيدور فيه ربما لا تستوعبه، لكن مدة المجلس انظر إلى وجه الشيخ المجلس. يقول عيديد هذا: فذهبت مع أبي وحضرنا مجلس سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، وأخذت مدة المجلس أنظر إلى الشيخ، والشيخ يدرج نظره في المجلس فوقعت عينه على عيني، فأدركت شريف ما نالني من هذه النظرة بعد 40 سنة. الله الحمد لله. الشيخ مولانا الشيخ أحمد المغيبي على تلكم القدم من قدم الوراثة المحمدية، وغالب قبائل الأمازيغ هناك والصحراء وغيرها لا يصدرون إلا عن رأيه في فتواه وفي صلحه. ومثل هذه القبائل المحترمة الجليلة ليست بلينة العريكة، كما يعلم ذلك من له صلة بالقبائل، ولا يسهل لهم أن يلقوا عنانهم بالتسليم لأحد إلا بسلطان من الإخلاص والصدق تسري أنوارها إلى قلوبهم فتحصل بها الثقة، وهذا من الإرث المحمدي. نستمع الآن إلى سيدنا الشيخ أمد الله في عمره آمين. مع العافية التامة وحبب إليه البقاء فيه. آمين. ونفع به ونفع بطلابه الأمة. آمين. الشيخ زهير كنت أقول للشيخ قبل قليل: الشيخ زهير كهمزة الوصل لا تظهر أمام الناس عند النطق، ولكن هي سبب الوصل. الشيخ له عدد من الطلاب نفع الله تعالى بهم، وأرجو أن يكرمهم الله بتمام هذا النفع ويجري على أيديهم النفع لمن ينفع من بعده. آمين. على قدم الشيخ آمين. من تجرد وإخلاص وابتعاد عن التنظيمات السياسية والانتماءات السياسية، لأنها ما دخلت في عمل إلا أفسدته. يظن بعض من يدخلها أنه سيخدم الإسلام من خلالها، ولا يجرؤ على أن يظهر بذلك حتى بعد عمر طويل يفارق أصحاب الفضل المكان فيبرزون ما لديهم من الانتماءات. لكن الله يمد في عمر الشيخ وينفع الأمة بمن يرثه من الطلاب في وجوده إن شاء الله الحزب، ثم بعد أعمال طويلة يبقى هذا السمت. هذه الزوايا كما ذكر سيدنا الشيخ يسري جبر هي التي قاومت الاحتلال. مشايخ الشيخ هم من قاوموا الاحتلال، ومشايخ مشايخه من قاوموا الاحتلال في هذه الزوايا، ومقاومة ليس فيها تألي على الله ولا تنفع من وراء هذه المقاومة ولا طلب للسلطة من بعدها ولا اختصام عليها بعد ذلك، فهم من ثبتوا وثبت الله تعالى بهم. نستمع للشيخ أمد الله في عمره العافية ويختم توجيهه لنا وإرشاده لنا بالإجازة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ما بعد فإني لست أهلا لأن أتكلم في هذا المجلس، وإنما أنا طالب علم محب للعلماء محب لأهل الله استمد العطاء منهم، وما جئت إلا لهذا. مشايخنا أهل مصر هم الذين
بهم رفع الله قدرنا إن كان لنا قدر. مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، شيخنا الشيخ خليل والشيخ الدرديري والشيخ الدسوقي جميع العلماء من أهل عقائد ومن أهل فقه ومن أهل تصوف ومن جميع العلوم لنا اتصال بهم وبعلومهم، وما رفعنا إلا قدرهم ومحبتهم، وليس لنا مطلعات كثيرة ولا بحث، وإنما نستمد العطاء سبحانه وتعالى على أيديهم وبجاههم، وفي كل صباح نطلب هذا ونهدي لهم ثواب القرآن، وما جئنا إلا لتجديد العهد بهم وبكم أنتم أسلافهم. والحمد لله كما قلت لكم أنني قليل المطالعة، ولكن أجد ما لا أطالعه وما لا أقرأه والحمد لله. وهذا الذي كان يقوله شيخنا سيدي الحبيب حقا هو كائن، وعرفت أنه سر من الله سبحانه وتعالى ليس بسبب مني، ولكنه بالارتباط بالصالحين ومحبة الصالحين والدعاء لهم غيبا وجهرا سرا وجهرا. هذا هو الذي أرغب فيه لجميع المحبين ولجميع المحققين أن يستمدوا العطاء من ربهم على أيدي أسلافهم. جعل الله سبحانه وتعالى بركة السلف في الخلف، وجعل الخلف على قدم السلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطع بيننا وبينهم، وأن يسير بنا وبهم على قدمهم وعلى قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصل الكائنات وسيد السادات. يعني ضعفت الأسباب في زمننا، ولكن ربنا قوي سبحانه وتعالى، صفاته لا تنقص، لا يعتريها نقصان، فهو باق، والخزائن باقية لا تغيضها نفقة. فما المانع أن يعطينا ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى أسلافنا، وأن يكرمنا بما أكرمه، وأن يرد الخير إلى هذه الأمة كما كان. لا نحكي عن الماضيين فقط ونتوقف عند ذلك، بل نأخذ بالأسباب ليحصل لنا شيء من كراماتهم ومن خيرهم ومن بركاتهم. فربنا سميع بصير لا يعجز عن شيء، ولا تغيض خزائنه لا ينقصها إنفاق. فلا نعرض عن الله سبحانه وتعالى حتى إذا ضعفت الأسباب. الله يعطي بالسبب وبلا سبب، هو غني عن الأسباب، هو الذي خلقها، فهو في غنى عنها. علم كثير من أهل الله ومن الصالحين نلقاهم في لحظات يسيرة. فلماذا لا نكون عند حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ليعطينا ما أعطاه في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل يوم. يمكن أن نستمد العطاء والرقي منه، ولكل زمان رجاله. هكذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يذهب الرجال ويخلفهم الرجال، لكن لا يخلفونهم بالضعف وحتى عدم الإرادة. تضعف الأسباب وتضعف الإرادة في القلوب، والإرادة لا تكلف فيها، ما فيها تكلف. الأسباب قد تضعف لكن القلب لا يضعف. تجد ربك يعطيك ما قدر له فوق ما تظنه فوق ما تتعلق بالله. خلق سلفنا خلقت لهم العادات وتركوا إلى ما يظنونه وما لا يظنونه. فما المانع من أن يحصل لنا ذلك الخير؟ نترجاه ونطلبه وندل عليه عباد الله أجمعين. وخير الناس من ينفع الناس كما يقول صلى الله عليه وسلم. الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.
فنحن نحب الخير لجميع المؤمنين ونطلبه لجميع المؤمنين، فلا نقتصر على أنفسنا. وهذا الذي يجلبنا الخير عندما تهتم بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي هو أهم شيء عنده، أهم شيء عنده فوق السماوات السبع. قال الله سبحانه وتعالى قال السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما نسي عباد الله الصالحين، وهو فوق السماوات السبع. كيف ننساه نحن؟ كيف ننساه وكيف ننساه أمته؟ هو يهتم بأمته الطرف من أي شيء. إلا أن الله سبحانه وتعالى خيره في البقاء في الدنيا والارتحال، اختار ربه لأمته. الله وهو كان يرغب في أمته ويتم بها أشد من اقترب من أي أحد، ولكنه لما خير اختار الرفيق الأعلى واختار ربه لأمته. فأمته إذا كانوا يحبونه يسيرون ما كان يحبه. هذا أهم شيء. طلع عليهم آخر نظرة، طلع عليهم وهم يصلون بآخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، ففرح واستبشر وضحك حتى هم الصحابة رضوان الله عنهم يقطعوا الصلاة من أجل الفرح، فظنوا أنه يخرج لهم فرد السترة وأشار لهم أن يبقوا على ذلك. هذا الذي يريده منا. إذا لم يقع بالأعمال وبالعلم يكون بالإرادة والعزيمة. بالإرادة والعزيمة لا تكلفنا شيئا. وفق الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجدد العهد بيننا وبينكم في التواصل بالأشباح مع التواصل بالأرواح، وإن كان قليل ولا يزال يبقى إن شاء الله. نبقى مترابطين متراصين محبين لبعضنا بعضا. آمين. هكذا ينبغي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون تحابب والترابط من شرق الدنيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. كل مؤمن يحب كل مؤمن ويدعو له، وهذا هذا لا يصعب علينا. دعاء لا يحتاج لتنفر، والمحبة لا تحتاج لتنفر، وإنما يتجدد العهد بجمع الأشباح بعد جمع الأرواح. آمين. جمع الله أرواحنا وأرواحكم حتى نكون بحضرته وتتلي لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. آمين. أعذرونا سادتنا. إجازة بما أجازكم فيه شيخ محمد بن كبير، من لقيتم من الأشياء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإننا نجيدكم بكل ما أجازنا به مشايخنا، وكل من سمعنا منه شيئا نجيدكم، لكن بما تعلمون، بكل ما تعلمونه. كل من يعلم شيئا يبلغه. هذه وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ الشاهد منكم الغائب. فأنتم مأذونون ومجازون في أن تبلغوا كل ما تعلمونه. أسانيدكم مولانا، وفي الأسانيد أيضا، وفي الأسانيد أسانيد مشايخنا أجمعين. كل ما يقربكم من الله وينفع العباد أنتم مجازون ومأذونون فيه، ولكل من أحببنا له الإجابة، ولكل من يسمعنا من التأثير ومن بعد. بارك الله فيكم وحيا الله بكم الإسلام والمسلمين، وجمع الله بكم الأمة المحمدية. آمين إلى قيام الساعة. كل جيل ينقل لجيل، هكذا قدر الله سبحانه وتعالى وأراد. لا يتوقف هذا الخير، وإن نقص وقل من يقبل عليه فلا ينبغي أن يتوقف. ولو كنا وحدات ما بقيت إلا وحدات، يلزم أن تستمر على إبلاغ الأمانة، ولا يجوز التوقف. هذا هو الواجب على كل مؤمن صادق الإيمان مخلص لربه مستعين به، مستعين بالله سبحانه وتعالى. سيدنا تدعون لنا ولإخوتنا من طلبة العلم بالثبات على التعليم، لأن
جيلنا يصعب عليهم الثبات إلى ختم كتاب وفتح كتاب وختم كتاب. فقد تمر علينا الأعوام ما قرأ علينا الطلاب كتابا كاملا. ادعوا لنا بالبركة في التعليم والاستمرار عليه. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد. العزائم والإرادات هي التي تدفع طالب العلم ليستمر، لا أن يتذوق من هنا ويحصل الملال ويتذوق من هنا. هذا العلم ليس كذلك. قلنا لكم البارحة بأنك تكثروا ذراعا هنا وذراعا هنا وذراعا هناك لتخرج الماء لا تخرجه، وإنما من أراد أن يخرج الماء فليحفظ ذراعا ثم يزيد آخر ثم يزيد آخر حتى يصل إلى الماء بإذن الله. هذا القلق الذي أصاب طلبة العلم من المعلمين ومن الكتب ومن المكان يحصل الملل، من مكان ويحصل الملل، من الكتاب ويحصل الملل حتى من الشيخ. هذا لا يحصل به النفع. سيدي، نحن الذين تصدرنا للتعليم، الجيل الذي جيلي فما بعده، يقل عندنا الانتظام والثبات. ادعوا لنا بذلك. اما مثل الشيخ يسري والشيخ جمال ما شاء الله الطلاب يختمون عندهم كتابا بعد كتاب، لكن ادعوا لنا سيدي بالثبات. جيلي فمن بعده يقل عندهم الثبات على التدريس. انتم رابطتم سنوات طويله وما زلتم تبغضون السفر خشيه تعطيل الدروس. نعم سيدي، هذا حق علينا وواجب علينا وعلى كل مسلم أن يتابع الدأب والمتابعة بالتدريج، ولو مسألة في اليوم. هذا أنفع ولو مسألة في اليوم. درس عن درس ونصيب عن نصيب وفصل عن فصل. هذا هو سر الوصول. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك. قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وقد قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه 6 أيام تعليم لنا لنتأنى في الأمور خطوة خطوة. العلم يكون خطوة خطوة، كالبحر قطرة ماء على قطرة ماء، والجبال حبة رمل على حبة رمل. كذلك العلم مسألة على مسألة، ولكن بالترتيب. مسألة من هنا مسألة من هنا، هذا لا يصلح. مسألة اتباع الفقه بكتب معينة، الحديث بكتب معينة، النحو، العقيدة، كل شيء بالترتيب. رتب سلفنا العلماء سلفنا الصالح جزاهم الله خيرا، رتبوا ترتيبا محكما في كل الفنون تعلمونه. تترتب العقائد 66 عقيدة ترتبها نفسية، سلبيات، معاني، معنويات، مستحيلات، غيبيات. هكذا الترتيب أصلح للطالب العلمي وأنفع له بالتجربة. كل مسألة نحتاجها نرجع للكتاب، حتى إذا لم نقرأه نرجع لها في بابها نجدها سهلات مأخر. أما إذا كان لا يضبط الإنسان عنده خزانة كبيرة من الكتب ولا يحسن انتقاء الكتب والمسائل، يبحث يقلب منا ما يلقى مسألته يلقى الكتاب وهي مسألته موجودة. في الغالب تجد المسائل موجودة في مراجع السنة، ولكن أنت لا تتنبه ولا تمر عليها مرتين. فلهذا حسن فهم ترتيب العلماء لجميع فنون العلم، حسن الفهم هو أهم شيء عند طالب العلم. أهم شيء عند طالب العلم هو أن يفهم ترتيب في اللغة، كتب القواميس اللغوية ترتيب محكما، في الفقه، في العقل، كل شيء تجده في الباب الواحد. فرائض الوضوء، شروط الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مندوبات الوضوء، مكروهات الوضوء، مبطلات الوضوء، تجدها مكتبة. هذا أفضل. العلم لا ينتهي. طب العلم من المهدي إلى اللحد، لكن بهذا الترتيب أي مسألة اشتكلت عليك تجدها في المراجع. أما القراءة السطحية هذه الشكلية تأتي المسائل لا يحسن الإجابة عنها، بوا عندهم كتب لا يقدرون يستخرجها منها. تتبع العلوم بالتأني شيئا فشيئا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والفقه معرفة المظان.
نعم. معرفة المظان. معرفة المظان. نعم. بقيت إجازتان قبل أن نختم المجلس. الشيخ يسري مولانا الشيخ يسري يروي عن السيد عبد الله بن الصديق وعن طبقة من الأكابر. نعم. أخذ الإجازة من مولانا الشيخ جمال فاروق. ثم بعد ذلك نطلب الإجازة منكم بالسلام. المسلسل بالأولية سيد الشيخ يسري قبل المجالس فيهم لأول مرة والآخرون أولية إضافية. صلى الله عليه بسم الله وسلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومئكم بما حدثنا به شريفنا جزاه الله عنا خيرا وأكرمنا الله بلقاء كثير من العلماء الأولياء ليسوا علماء علم وأولياء، وهذا من توفيق الله وبسبب لقائهم عصمني الله من أن تكون تبع الفرق التي هي مقاربة في كل مكان. فلقاء العلماء فيه عصمة وفيه فهم، ومما يعني نفرني من هذه الفرق أنهم كانوا يقرؤون العلوم الدينية يقرأ فصل كل كتاب فقط لا يفهم الكتاب أبدا. يعني كل الفرق اللي انت بتسمع عنها دي كلها تقول لي هتسمع عنها بعد لا يقرأوا كتاب كامل. حتى القرآن بيقرأوه لا يقرأوه كاملا بفهم، لكن الكتب الثانية حتى لو حفظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجاوز 30. يعني أين الفهم؟ العبرة بالفهم. لكن هم أنا أفاكر وأنا في الكلية كانوا يقولوا لي مثلا اسمك كذا كتاب، الكتاب الفلاني تقرأ من صفحة كذا صفحة، الكتاب الفلاني تقرأ من صفحة كذا صفحة. أنا هذه الطريقة اللي فرحني جدا منهم من صغر يعني. طب ليه ما أقراش كل الكتاب؟ ليه عايزني توجه تفكيري من خلال ترتيب معين لفصول معينة عشان توجهني أصل قنبلة أنفجر في المسلمين بدل ما أنفجر في أعداء الإسلام؟ وده اللي ربوا أولادهم عليه على فكرة. إن يقرأ من صفحة كذا صفحة كذا، يقرأ من صفحة كذا صفحة كذا صفحة. لم يختموا كتاب فقط. فدي مشكلة. لما تعرفنا على العلماء وجدناهم إن هم يدلون على الكتاب ويقرأ كمان الكتاب من مقدمته. يعني مش يقرأ الكتاب كلمة من غير المقدمة. وحتى كمان يحس على اسم طبعا الكتاب إلى هذه الدرجة. ويقولوا لنا بركة الكتاب في نهايته. بركة الكتاب تحصل في نهايته. فعلى كده احنا ننجزكم على أن تختموا الكتب، مش تقرأ فقرات من كل كتاب. يعني دلوقتي علشان الحياة بقت سريعة، ففي الأزهر الشريف ساعات يقول له دي مقرر ودي محذوفة. محذوفة يعني محذوفة عليك مش مسألة فيها، مش محذوفة عليك في الكلية. يعني معناها طبيعتك تفهمها. هو ما يقول لك محذوف مش محذوف يعني لغاها. في طلبة بتفتكر إنها محذوفة ملغية، فيلبس العلم وياخد العالمية وهو ما قراش المحذوف. فبيبقى برضه قرأ بعض المعلومات. فعشان كده لابد الإنسان يبقى عنده همة وجدية. يعني طلب العلم ده عايز من مهد لله. وطول ما انت بتتعلم وبتتعلم. يعني حتى وانت قاعد بتعلم الناس في سن كبير زي احوالنا كده احنا يعني خلاص منتظرين لقاء الله عز وجل. يعني انا ما زلت اتعلم وانا بعلم الناس والله. كنت اتفتح لي بعض المعاني اللي كانت غايبه عني اثناء ما بدرس للناس. فدراسه العلم على العلماء وتدريس العلم للطلبه بركه كبيره. اوعى تحرم نفسك منها. فما تقولش انا كبرت بقى هدرس ليه؟ خلي الطلبه تدرس. لا، درس وانت كبير. انت وانت بتدرس وانت كبير ربنا بيحفظ من ذاكرتك. لان انت عارف في حاجه اسمها خرف الشيخوخه. والحاجات دي بتحصل كتير. تملي العلماء مهما كبروا وهو ملازم على تعليم الناس ما يجيبوش خرف الشيخوخه ابدا. اللي هو الالزهايمر اللي انت بتسمع عنه دلوقتي. يعني تملي العلماء الموافقين على تعليم الناس تلاقي عنده 90 سنه و60 سنه و80 سنه ما شاء الله ذاكره جميله. ليه؟ لانه مواظب على الطريق. فاحنا نجيزكم بس مع الجد والاجتهاد وختم الكتب. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وينفعكم ونجيزكم ايضا بحديث الرحمه المسلسل الاوليه لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا رحمه
للعالمين الذين مشوا وقيموا ودرسنا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. ومن في السماء إن الجاز حسب، يعني من في السماء حكم، من في السماء قول، من في السماء جند، من في السماء قدر، من في السماء تدبير، فبيسموه مجاز حسن. لكن ما يمشيش بقى مع الجهل اللي هو عايز يجعل الله محصور في كونه، والله كان قبل الكون. فننجزكم بما أجازنا مشايخنا والحديث المسلسل بالمحبة مسلسل الرحمة، ولا تنسوا من صالح دعواتكم، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم، لأن العبرة بالخواتيم. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا كما حسن بدءنا إسلاما، ويحسن خاتمتنا إحسانا وإيمانا وإسلاما. وجزاكم مولانا الشيخ يشير عليكم. تكرم يا مولانا الشيخ جمال عمل اخذتم معنا من المشايخ. اسمعون الحديث بالمحبه يا معاذ، يا معاذ اني احبك، الحديث وبعد ذلك يزيدون فيه. ومولانا امثال الامر خير من سلوك الادب. ما مسامحك، لابد تجيز الطلاب اليوم. لا يا مولانا يجيزون الناس تكرما. لا يرد كلام الشيخ يا مولانا، لا يرد حضر كلام الشيخ. من يرد الوجه هذا؟ بس انت يكتب اسانيد يكتب الشيء هو ده لا مولانا الشيخ جمال خلاص الكلام، من يرد هذا الوجه ويقول لك خلاص انما يبقى انت ليك مشاكل. هذا من باب الرجل، هذا من باب العجز. ما بنخلص معاك، عالم في المعقولات يصعب ان يجادل، ولكن يا مولانا تكرموا. على أي حال الإجازة بس بناء على امتثال أوامر مشايخنا مستثنى منها المشايخ. لا حول ولا قوة. إحنا لسنا من المشايخ. لمن كان فقيرا. مولانا ما يطلب علم الله. مولانا جدك سيدنا علي بن ابي طالب اهل الكرم، جدك صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا تقيدها. قل اجزت الحاضرين. بسم الله الواسع يا مولانا. قبلنا الاجازه. إجازة اضطرارية. يا معاذ ختم سكن الفؤاد. ختم بسكن الفؤاد. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. سكن الفؤاد أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش
فعيشه العيش الرغد أصبحت عش في أمان الله تحت لوائه عش في أمان الله تحت لوائه